السوشيال ميديا والإدارة الأمريكية، هو إيه اللي بيحصل؟ الحقيقة كلنا شفنا اللي حصل مع الدكتورة رشا وسبب يعني اللبنانية اللي تم ترحيلها وسبب ترحيلها الرئيسي. وطبعا السوشيال ميديا هو جزء مهم جدا في الموضوع. هي شافوا تليفونها وشافوا الصور بتاعتها وشافوا البتاع، وكانت ليها تعليقات وحاجات كمان بتأيد فيها حسن نصر الله وحاجات زي كده. فالموضوع كله بالشكل دوت. انت في الحقيقة القصة مش قصة معتقد معين، يعني احنا مش بنتكلم على طوائف معينة او على حاجات معينة، مش قصة في كده. انت بتتكلم على مجموعات هم شايفين ان الناس ديت هم طبقا للقانون الامريكي، ف يعني هم مجرمين ان انت تأيدهم، او مجرم ان انت تعمل معاهم، يعني تتعامل معاهم او تتصور او غيره. لما تحصل حاجه زي كده في الحاله ديت، الاداره الامريكيه، اي اداره امريكيه مش بس الاداره الحاليه، من حقها ان هي ترفض تدخلك، وتقدر ان هي تمنعك، وتقدر تلغي لك الفيزا بتاعتك وغيره. الفيزا والاقامه، يعني هي الفيزا الامريكا هي بريفليج، كويس. والاقامه هي كمان بريفليج، يعني هي مش حق، هي ميزه، يعني هي ميزه الاداره الامريكيه بتديها لك. الاقوى طبعا الاقامه، الفيزا اضعف بكتير. ومع كده الاقامه لو في حد عنده مشكله وعمل حاجه زي كده ممكن يتبعت لمحكمه هجره. طبعا الموضوع اصعب من قصه فيزا، يعني فيزا ممكن يوقفوا مع المطار وما يدخلهوش. الاقامه الموضوع بيبقى مختلف شويه، لكن ممكن يتعمل بتاعت محكمه هجره، وبيتعمل له قضيه، وبيتشاف الحكم بتاعها هيوصل لغايه فين. موضوع مختلف غير الجنسيه طبعا. لكن بشكل عام اللي بيحصل دلوقتي ان احنا زي ما كنا قلنا قبل كده ان السوشيال ميديا هتبقى مطلوبة. والسوشيال ميديا هيستخدموا طبعا الذكاء الاصطناعي او الاي اي، وهيشوفوا ايه اللي بيحصل فيها والتعليقات والبوستات وده والحاجات حتى الممسوحة، لان هم جابوا لها صور ممسوحة. وهيشوفوا حاجات كتيرة يعني. فالدنيا كلها هتبقى ماشية بشكل مختلف. احنا كنا بنعتقد ان احنا مجرد ان السوشيال ميديا نكتب فيها اي حاجة ومحدش يشوفه مش مهمة وبتاع، وانا مش مسؤول، يعني محدش هيعرفني انا مين يعني وكده. الموضوع بدأ يختلف دلوقتي، والسوشيال ميديا دلوقتي هتبقى بتعرف اشخاصها ويعرفوا يوصلوا للناس من خلالها. فحاسب على كلامك وشوف انت بتقول ايه وبتعمل ايه. ولو انت مش متفق مع توجهات الإدارة الأمريكية أو أمريكا بشكل عام ما تجيش. هو ده ملخص وجهة نظر الإدارة الأمريكية الحالية. وبس، وتحياتي للجميع، مع السلامة.